ازيكم يا حبايب قلبي، وتعالوا نبدأ يومنا زي ما معوداكم، وان احنا بنصور كل حاجة مع بعض واخليكم تشوفوا يومي ماشي ازاي وتفرحوني بكومنتاتكم الجميلة معايا. النهاردة صاحبتي قالت لي يلا نروح النادي. النادي نادي 6 اكتوبر الرياضي يا جماعة، رحناه بصراحة يعني كان حلو قوي قوي. تجربة من نوع مختلف معايا لان اول مرة اروح بصراحة. وإيميليا كانت مبسوطة جدا وانا فضلت العبها هنا وكانت فرحانة قوي قوي ان هي اصلا خرجت من البيت. والحياة هنا في اكتوبر رخمة قوي، لو انت مالكش جيران وتروحوا وتخرجوا مع بعض وكده بتبقى صعب قوي. وخصوصا انه هنا كل المعظم اللي متجوزين بيبقى عندهم عضوية في نادي فيروحوا يقعدوا مع ولادهم يخرجوهم يفسحوهم، فانا ما عنديش عضوية يا جماعة فانا حزينة وما اعرفش حد هنا كتير. فصاحبتي بس قالت لي هي عندها عضوية، فقالت لي يلا تعالى ما نروح نقضي اليوم في النادي. وبالفعل احنا روحنا كده، وصلنا احنا للنادي اهو داخلينه. بعد كده دي ايميليا كنا ماشيين في الممر الجو حلو يعني جوه، كان كويس قوي وميلي كانت مبسوطة وفرحانة قوي. هنا كنت حابة اوريكم المكان عامل ازاي. دي بداية الدخلة بتاعتنا، احنا كنا رايحين ان احنا نقعد شوية وبعد كده نتغدى وبعد كده نروح فنقضي اليوم يعني. فاحنا كنا قاعدين انا ونيلي صاحبتي. بعد كده حبيت ان انا امرجح ايميليا شوية على اللعب دي. في مكان تاني خاص بالفلوس بصراحة رحنا بس مش المرة دي. او المرة دي مش متذكرة، بس للأسف ما لقيتش الفيديوهات بتاعتها عندي على الموبايل. بس لو لقيتها هنزلها في فيديو تاني ان شاء الله. بتبقى العاب خاصه طبعا بفلوس. ايميليا كانت مبسوطه جدا وكانت فرحانه قوي قوي وهي بتلعب مع الاولاد. حبيت انزل الجزء ده من الفيديو عشان الاطفال اللي هم مع ايميليا دول الصراحه هم كانوا مخلين بالهم منهم، هم كبار فما شاء الله عليهم راعوا ايميليا. وطول ما هم موجودين في اي لعبه كانوا ياخدوا ايميليا ويلعبوا معاها، وانا كنت قاعده بصراحه مطمنه ان هم معاها. وحلو ان هم اكبر منها عشان يقدروا يخلوها تتفاعل معاهم عكس الاطفال الصغيره. ايميليا لسه شويه منطويه على روحها وده مضايقني جدا ومخوفنا عليها قوي. بصوا يا جماعه هنا كان الولد دوت بيخليها تنزل وتتمرجح. بصوا انا كنت بموت مش قادره اصور لكم اكتر من كده. وده الاوردر اللي انا طلبته واتعشيت. وبعد كده بقى ده المكان النادي اللي كله بيقعد فيه. وإيميلي هنا كانت شقية وكانت مبسوطة وكانت بتلعب بالكورة وشافت قطة يعني حطت لها أكل. إيميلي كانت مبسوطة. هنا كنا روحنا البيت وعمالة تهزر، لقينا بقى عمر محضر لنا حتة مفاجأة وأنا كنت واكلة وقال لي خلاص مش انت سبتيني وخرجتي وكده، أنا نفسي راحت لدي أنا مش عارفة دي ايه، وعملها وكلها بالهنا على قلبه. والزبده والشيدر تشيز ومن فوق الشيدر تشيز. واو واو يا عمر واو.